اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض اخف بامبلوني دونتس ممكن تشوفوه في حياتكم. خفيف زي الريشه وبجد حلو جدا، طري طراوه بجد. عايزه اقول لكم سحابه، وانجح طريقه وانجح مقادير هي المقادير اللي هتشوفوها معايا في الفيديو. وكمان هنحشيه بحشو الكاسترد، كريمه الكاسترد، وكمان هنحشيه بالفستق الكداب او بصوص البيستاشيو الكداب اللي احنا عملناه مع بعض بمكونات كلها اقتصاديه من البيت. بجد خطيره، لازم تجربي الوصفه دي. انضف بكتير واحسن بكتير من اللي بنجيبها من الشارع، ولادك هيفرحوا بيها قوي. هسيب لكم طريقه الحشوه بتاعه البيستاشيو تحت في صندوق الوصف زي ما متعودين مع بعض. اول حاجه هبتدي هنا بكوبايتين من الحليب الدافي. الحليب هنا دافي، مش سخن ومش مغلي ومش بارد، يدوب دافي زي دمعة العين. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الخميره، معلقتين كبار مليانين من الخميره، وكمان حطيت معاهم نص كوبايه من السكر، بس للاسف المقطع ده ما تصورش. هبتدي اقلبهم واغطيهم لمده بس 10 دقايق. انا عايزه الخميره بس تبتدي كده تتفاعل ويبدأ يبقى في على الوش كده زي بابلز او فقاعات زي ما انتم شايفين كده، معنى كده ان الخميرة معايا ممتازة. هبتدي في الوقت ده احط معلقتين كبار من الزبدة السايحة او الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. بعدها هنزل باتنين بيضة كبيرة، بس انا حطيت 3 علشان البيض عندي صغير. مادام في بيض يبقى هنحط فانيليا. الفانيليا هنا انا استخدمت فانيليا بودر. دايما في المعجنات بنستخدم فانيليا بودر علشان السايلة بتغير من طعم المعجنات والمخبوزات. هبتدي اقلبهم كويس قوي وادمج الخليط مع بعضه، وهبتدي انزل دلوقتي بالدقيق بتاعنا. الدقيق هنا بتاع المخبوزات هنزل بنص الكمية بس. هضيف عليهم حوالي معلقتين كبار من اللبن البودرة او الحليب البودر. مهم جدا ما تستغنيش عنه ابدا. لو استغنيتي عنهم فضيفي مكانهم حليب مكثف، اللي هو الحليب المحلى المكثف، مهم قوي في الوصفة. وضفت عليهم كمان رشة من الملح. هبتدي بقى هنا اقلب كويس قوي بالمعلقة زي ما انتم شايفين. طبعا في المعجنات مش هينفع المعلقة طول الوقت، فهبتدي بس اخلط الدقيق كده بالمكونات. انا لقيت هنا ان العجينه لسه طريه، فنزلت بباقي الدقيق اللي معانا زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اخلط. دلوقتي العجينه تقلت، فهبتدي انزلها على الرخامه زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى اخدمها كويس قوي في العجين. بس قبل ما اعجن عجين كامل هبتدي اضيف بس في الوقت ده يا دوب الدقيق يختفي. هبتدي انزل عليهم بمعلقتين كبار من الزبده زي ما انتم شايفين. برضو الزبده سايحه نص سايحان كده زي ما انتم شايفين، او ممكن تكون بحراره الغرفه. هبتدي بقى انعم فيها زي ما انتم شايفين كده، وما تتخضيش لما تلاقي العجينه بتتقطع منك كده. هي بتبقى في الاخر ناعمه وحلوه قوي. عايزه اقولك ان الزبده دي بتنعم العجينه بطريقه وبتخليها هشه وخفيفه من جوه واسفنجيه جدا. ما تستغنيش عن الخطوه دي. شايفين بقى العجينه بقت عامله ازاي؟ تعالوا نختبرها. اخدت قطعه من العجينه وهبتدي امط فيها كده، هلاقي ان ليها عرق وبقت شفاف كده. شايفين؟ هي كده تمام قوي. في الوقت ده هاخدها كده وادهن البوله بتاعتنا بالزيت علشان تطلع معايا في الاخر تكون سهله وسلسه كده. هدهنها من تحت وفوق كده بالزيت، مش كمية زيت كبيرة، حاجة يدوب بسيطة خالص كده. وهبتدي اغلفها بقى باي كيس بلاستيك عندنا واغطيها بالفوطة، وهسيبها في مكان دافي حوالي ساعة ونص. علشان الجو برد ساعة ونص، ممكن في الصيف حوالي ساعة بس او ساعة الا ربع. في الوقت ده هبتدي اجهز حشوة الكاسترد. معايا نص لتر من الحليب، هنزل عليه بربع كوباية من النشا وربع كوباية من الدقيق. الدقيق هنا بيخلي قوام الكاسترد كريمي جدا. هنزل عليهم كمان بنص كوباية من السكر، وهضيف عليهم كمان 4 بيضات. انا استخدمت 4 بيضات، ممكن تستخدمي 3 بس، لكن البيض عندي صغير فاستخدمي انتي 3 بس. ونزلت عليهم كمان بمعلقة من الفانيليا. هقلب الخليط كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده علشان كل حاجة تندمج مع بعضها كده على البارد. وبعدين هاخد الخليط ده وهحطه في وعاء او في حلة او في اي حاجة على النار، وهبتدي برضو اقلب فيه كده. الشوائب اللي موجودة تحت دي ما تحطيهاش. هبتدي اقلب الخليط كده زي ما انتم شايفين، وهحطه على النار وبرضو مع التحريك المستمر لحد لما القوام بتاعه يوصل للدرجة دي. شايفين؟ هو ده القوام التمام. وهو سخن في الوقت ده هبتدي انزل عليه بمعلقتين كبار من الزبدة. الزبدة هنا بدرجة حرارة الغرفة زي ما انتم شايفين كده. هبتدي اقلب فيه كويس قوي. الزبدة هتخليه كمان قوامه كريمي جدا جدا جدا. هو كده تمام قوي. هاخد بقى خليط الكاسترد ده وهحطه في وعاء تاني او في بولة تانية كده علشان يبرد.
في الخطوة دي لازم تغطيه بعد كده بكيس بلاستيك وهتسيبيه يبرد علشان ما يكونش قشرة من على الوش زي ما انتي شايفة. هركنه بقى دلوقتي وهشوف العجينة بتاعتي اخبارها ايه. دلوقتي العجينة ما شاء الله خمرت وعليت زي ما انتوا شايفين بعد حوالي ساعة ونص. هي كده تمام قوي. يلا بينا بقى نخبطها الخبطة التمام علشان تنزل الهواء منها. شايفين خطيرة، العجينة مظبوطة جدا. هطلع منها الهواء زي ما انتوا شايفين وهبتدي انزلها على الرخامة علشان ابتدي اشكل فيها. هي كده هتديني نتيجة حلوة قوي، مظبوطة وناعمة وبجد ولا غلطة. امشي بس على المقادير اللي قلتلك عليها. هبتدي اجزأها كده واقطعها زي ما انت شايفة كده علشان تسهل عليا التشكيل. لو عايزة تقطعيها على طول بشكل مباشر مفيش مشكلة خالص. هاخد بقى كل ربع من اللي انا قسمته ده واقسمه على 3 قطع. ممكن تكبري او تصغري مفيش مشكلة خالص. انا خليت تقريبا الحجم الكورة بتاعتي حوالي 20 جرام. ممكن تخليها لحد 40 جرام مفيش مشكلة خالص. حجم الدوناتس بتاعك انتي، انا حبيته يكون متوسط كده. شايفين الحجم كده متوسط، ولسه لما تخمر كمان هتكبر شوية زيادة ولما تستوي هتكبر شوية زيادة كمان. فالحجم ده بالنسبة لي متوسط كده مظبوط. هبتدي اكور العجينة كلها بنفس الشكل ده. هاخد كل العجينة وهكورها بنفس الشكل ده. في الوقت ده هكون مقطعة ورق زبدة مربعات او مستطيلات زي ما انتوا شايفين كده. حركة الورق دي بتسهل جدا عليا نقل الدوناتس للقلاية او للزيت. بجد سهلة قوي. هحط بس حبة بسيطة كده او رشة بسيطة من الدقيق وهبتدي احط عليها كرات العجينة اللي انا عملتها. هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة دي. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة. هبتدي اضغط على العجين بتاعي ضغطة بسيطة خالص. انت مش بتبططيها، لا انت بتضغطي ضغطة بسيطة خالص خالص. كده العجين بتاعي جاهز. هسيبه يخمر حوالي ساعة كمان علشان الجو برد. لو في الصيف نص ساعة بس. في الوقت ده هبتدي اجهز بقى الكاسترد اللي معانا. شايفين معملش قشرة وكريمي بطريقة رهيبة علشان حطينا له دقيق وكمان حطينا له زبدة في الاخر. كريمي جدا. انا حطيت هنا حوالي كوبايه من الكريمه. ممكن تستغني عن الخطوه دي وما تعمليهاش اصلا وما تحطيش كريمه. ممكن تضربيه بس كده بالمضرب الكهرباء هيبقى معاكي كريمي ورائع. انا بس حبيت ان القوام يكون كريمي زياده عن اللازم فحطيت الكريمه. دلوقتي العجينه بتاعتي خمرت. هبتدي اجيبها. شايفين بنقلها بكل سهوله في الزيت. الزيت هنا يكون غزير وما تسخنيش الزيت على الاخر. يا دوب كده الزيت تلاقيه ان هو سخن ابدأي نزلي وحدات الدوناتس في قلبه. شايفين انا هنا غلطت غلطة ان انا اول ما نزلت الدوناتس ابتديت اشيل الورقة بتاعتي من عليه يعني بشكل عفوي كده. لقيتها اتقطعت معايا. ما تعمليش الحركة دي. انتي شايفين اتقطعت معايا ازاي؟ هوريها لكم دلوقتي. شايفين؟ فانتي ما تشيليش الورقة على طول. سيبي الدوناتس بتاعك او سيبي الورقة على الدوناتس فترة كده يعني ممكن 10 ثواني وابدأي شيلي الورق من على الدوناتس هتلاقيها بتتشال بكل سهولة. شايفين باقي الدوناتس عندي اتشالت بكل سهولة. شايفين ازاي؟ علشان سبتها فترة. لازم كده يحصل اي حاجة في اول دور ده فاحنا بنضحي بالدور الاولاني ده خالص يعني. هنبتدي بقى نقلب فيه زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله العجينة عندي خمرانة ومظبوطة جدا زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اقلب كده يمين وشمال. انا مرضتش اجيبها كلها علشان الفيديو ما يطولش لكن يعني حبيت اوريلكم بس ايه نموذج كده. شايفين الخط الابيض ده؟ معنى كده ان الدونات عندي ما شاء الله في منتهى الجمال وكمان مظبوطة جدا. شايفين الخط الابيض ده؟ مادام ظهر الخط الابيض ده معنى كده ان كل الخطوات بتاعتك ماشية مظبوطة. العجينة طريقة التخمير بتاعتك مظبوطة. شايفين قد ايه اللون موحد؟ بجد في منتهى الروعة في منتهى الجمال. لازم تجربوا الطريقة دي. دي انجح طريقة للبامبلوني دونتس. بجد خطيرة خطيرة. سهلة ومكوناتها كلها تقريبا موجودة. مفيش فيها اي صعوبة. انا كنت بجد بستصعبها في الاول قوي لكن جربتها كتير لحد لما طلعت معايا بالطريقة دي. فيعني عايزة اقولك الطريقة دي خلاصة السنين. هبتدي بقى هنا اجيب سكر بودر. ممكن تضيفي هنا معلقتين لبن بودر هيخلي الطعم حلو قوي لكن انا عملته بسكر بودر كامل. هبدر كل الدوناتس اللي معايا او كل الكمية اللي معايا بالشكل ده. ممكن تستغني عن الخطوة دي لو مش حباها لكن بتضيف بجد للدونات بتخليها حلوة قوي.
في الوقت ده انا كده خلصت الكمية كلها. هبتدي بقى اجيب الحشوات. عايزة اتكلم شوية بس عن الصوص البيستاشيو ده، احنا عملناه الفيديو اللي فات بمكونات كلها اقتصادية، وبجد الطريقة روعة مش هتتخيلي جمالها. حطيت هنا كريمة الكاسترد، وحطيت كمان البيستاشيو صوص او صوص البيستاشيو اللي احنا عملناه مع بعض، وكمان الدونات بتاعنا جاهز. هبتدي بقى احشي الدونات الخطيرة بتاعتنا بأي أداة كده أو سكينة أو معلقة أو أي حاجة كده، وهبتدي أفتح الدوناتس بتاعتنا من فوق زي ما انت شايفة. الطريقة سهلة قوي، عايزة اقولك خفيفة خفة رهيبة بجد، خفيفة جدا في ايدي وانا بفتحها. وهبتدي ادخل فيها كده الكيس الحلواني، واضغط ضغطة بسيطة كده، بسيطة خالص كده، لان انتي هتلاقي ان هي بتطلع في الاخر، فما تحشيش على الاخر يعني، علشان الحشوة ما تخرجش منك كده. يا دوب بتلاقي الحشوة بتظهر منك كده في الاخر، هتوقفي ضغط على الكيس. هعمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة ديت، الصوص البيستاشيو، وهعمل كمان الكاسترد بنفس الطريقة دي. هكمل الكمية كلها وهنبتدي نقدمه مع بعض. شايفين ما شاء الله، ما هذا الجمال! حد يفهمني ايه الجمال ده؟ تعالوا بقى نفتحها مع بعض كده. شايفين هي اصلا خفيفة ازاي؟ يعني حد يفهمني الجمال ده. شايفين الحشوة فيها خطيرة، الطعم رهيب. عايزة اقولك من انجح الطرق بجد اللي ممكن تجربيها في حياتك. وكمان الحشوات بتاعتنا مميزة جدا، عملناها في البيت بكل سهولة، وكمان بمكونات اقتصادية جدا ومن البيت، فمش هتكلفنا كتير. عايزة اقولك هتعملي كل الكمية دي بس بتمن قطعة واحدة من بره. شايفين ما هذا الجمال؟ بجد انا يعني دي من الحاجات الحلوة اللي بدوب فيها. كمان حشوة الكاسترد مميزة جدا. يا ريت بقى لو وصلت لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير.